السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نهايته قربت. الحمد لله الوسط الرياضي هينضف. الحمد لله نادي الزمالك نفسه هينضف. نهاية مرتضى منصور قربت، رغم ان احنا بقالنا دلوقتي اكتر من سنة كل ما نقول نهايته قربت، وكل ما يعمل مصيبة سودة محدش يصدقها نقول خلاص دي اخر حاجة، وتلاقيه مكمل واللي مشغلين وعاملين بنبنة. لكن المرة دي خلاص سايبينه بس اسبوعين لغاية قمة المناخ اللي معمولة في شرم الشيخ بحضور معظم رؤساء العالم، مشغولين قوي 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 في قمة المناخ، وبعدين راجعين يقصقصوه وهيسجنوه بنسبة 99%. أول حاجة التعليمات صدرت للوزراء خصوصا كامل الوزير وأشرف صبحي يبعدوا عنه، محدش يقرب منه، وابعدوا عن الزمالك، ومحدش يطلع جنيه من فلوس الوزارات لنادي الزمالك اليومين دول. عشان كده هو ابتدى يصرخ ويشحت ويفلس، والتعليمات محدش يديله فلوس. صوته ارتفع في الشحاتة وفي الإفلاس وفي التهديد، لأن خلاص حنفية الفلوس من الوزارات اتقفلت. دي أهم حاجة، لأن دي حصلت فعلا. إنما لسه نهايته قربت، قدامنا أسبوعين، الله أعلم. الخميس اللي جاي هو أعلن رسميا أمام كل مصر إنه هيطلع يوم الخميس اللي جاي في برنامج على الهوا في قناة الزمالك هو اللي يقدمه، وأنا بقول لكم مش هيطلع. التعليمات جت ما يطلعش يوم الخميس في البرنامج ده، امنعوه من أي برنامج، كفاية المسخرة اللي بيعملها كضيف كل يوم. إنما الجديد بقى والمفيد والخبر السعيد إن أول ما قمة المناخ هتنتهي خلاص فاضل لها أقل من أسبوعين، قوة من وزارة الداخلية هتروح للمكان اللي هو موجود فيه وتستلمه على سركي، تستلمه من مراته، تستلمه من عياله، تستلمه من الأبضجية اللي حواليه، هياخدوه على طول على الحبس عشان ينفذ الحكم اللي عليه لمدة شهر، ويطلعوا من الحبس على وزارة الشباب والرياضة يسلموا محضر سجنه لوزير الشباب أشرف صبحي عشان الوزارة تعمل شغلها وتعزله رسميا من رئاسة نادي الزمالك لعدم استيفائه للشروط. وتدعو الوزارة لانتخابات جديدة لمجلس إدارة نادي الزمالك كاملا اعتبارا من يناير أو فبراير اللي جايين، وهو بعد الشهر السجن ده هيمنع نهائيا من دخول أي انتخابات رياضية بعد ما هيفقد أحد أهم شروط الترشح اللي هو ما عندوش سوابق، مع ان الحقيقة هو عنده سوابق قبل دي كمان. لكن ليه ده كله حصل مع ان هو بقاله دلوقتي سنة وشوية وبيعمل كده وبيعمل اكتر من كده؟ الغضب الشعبي مش من جمهور الاهلي وبس، لا، من الناس العادية. غضب شعبي رهيب من تصرفات الأراجوز في اليومين الأخيرين. الغضب الشعبي ده كان سبب في حركة النظام ضد مرتضى، مش عشان هو هدد وقال هنزل ونزل العمال والكلام ده، لأن عدى 48 ساعة على تهديداته للرئيس وللدولة من غير ما يعتقل أو يوجه إليه أي اتهام وسابه حر. الحالة اللي زي دي كانت بيتقطع عليه الإرسال على طول، بيقطعوا الإرسال في ثانية. إنما الغضب الشعبي وصل لمرحلة خلى النظام بقى حريص جدا 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 إنه يواجهها، وإنه يقطع بقى خلاص عرق ويسيح دم. نروح للأهلي وموجة عجيبة جدا من الإنفلونزا ومن نزلات البرد اجتاحت لاعبي الأهلي. كلنا عارفين إن المباراة الأخيرة للأهلي والداخلية غاب عنها علي معلول وحسين الشحات نزلة برد، وغاب عن التدريبات قبليها مارسيل كولر، ولكن لحق المباراة. نزلات البرد خدت عدد كبير من لاعبي الأهلي سبحان الله. مثلا النهاردة النجمين الكبار محمود كهربا والبرازيلي برونو سافيو غابوا عن التمرين. مارسيل كولر خد قرار علشان يوقف انتشار المرض، وقرر إلغاء المباراة الودية اللي كانت مقررة غدا للنادي الأهلي، والاكتفاء بتدريب وتقسيمة داخلية بكرة بإذن الله، قبل ما هو ياخد الطيارة يوم الثلاث، وقبل ما كل اللاعبين ياخدوا فترة راحة 5 أيام كاملة لغاية 13 نوفمبر. تمرين 14 نوفمبر كولر هيكون فيه. لكن من الأخبار الطيبة إن ديانج النجم المالي أليو ديانج نزل التدريب وجرى في الملعب عادي جدا، أول مرة على فكرة من 15 يوم. هو كان جاله إصابة بين الشوطين في مباراة الأهلي وأسوان، وكان كولر غيره بين الشوطين، وكانت الإشاعة أثبتت إن عنده شد عضلي خفيف، والحمد لله إنه اتغير، والحمد لله إنه اتعالج في هدوء، وهيكون بإذن الله جاهز للمباريات اعتبارا من كاس مصر. ماتش المقاولين في ملعب الأهلي السلام يوم 27 نوفمبر، يعني بعد 21 يوم 3 أسابيع في دور الثمانية.
بالمناسبة كمان في تفاؤل كبير عند الجهاز الطبي والجهاز الفني في الأهلي بعودة نجم الوسط عمار حمدي للفريق وللمران وللمباريات قبل نهاية الموسم. عمار حمدي في يناير اللي فات وفي تدريب عادي جدا في الإمارات كمان قبل ما الأهلي يدخل في كأس أندية العالم جاله قطع في الرباط الصليبي وغاب فترة طويلة جدا. الحمد لله ما شاء الله على الإرادة القوية وعلى الالتزام في العلاج، وراجع بإذن الله يكمل مع الفريق. النهاردة شباب الأهلي ردوا الاعتبار للزمالك. ما هو الزمالك برضو ابن عم، لازم نرد له اعتباره ولازم ناخد بطاره ولازم نطبطب عليه. النهارده شباب الأهلي رد للزمالك اعتباره وهزم فاركو في بطولة الجمهورية الدوري العام للشباب مواليد 2001 اللي هم تحت 21 سنة اللي هم على طول بيطلعوا للفريق الأول. الأهلي هزم فاركو النهارده 2-1، زياد طارق وعلي عمرو هم اللي جابوا الجونين. فاركو طبعا ده اللي من 3-4 أيام بس فرك الزمالك وفرتك الزمالك. عايز تقول فرك وتشيل الته قول، عايز تقول فرتك وتحط الته قول. فرك وفرتك الزمالك 6-0. النهارده النادي الأهلي قالوا لا، تفرك الناس التانية تيجي عندي وتقعد. الأهلي كسبوا 2-1 والأهلي تصدر الدوري ما شاء الله ما شاء الله، بس بعد ما جاب للزمالك طار. إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي اجتماع ربما يكون من أهم اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار تاريخه. كلنا منتظرين بإذن الله بعد بكرة الثلاث يرجع إلى أرض مصر بسلامة الله محمود الخطيب رئيس النادي بعد رحلة علاجية طويلة وبعد رحلة عمل. كانت الرحلة العلاجية إلى فرنسا وكانت رحلة العمل إلى السعودية والإمارات. يرجع الخطيب ويقود زملائه في اجتماع مجلس الإدارة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي. بالمناسبة الاجتماع مكتمل، المجلس مكتمل، ما فيش ولا عضو مسافر أو غائب. عندنا نقطتين هم أهم نقطتين في اجتماع مجلس الإدارة. واحدة فيهم إن شاء الله التاريخ كله اللي هي استاد الأهلي. كنت أنا بشرتكم إن كل شيء ماشي تمام، وبشرتكم إن في 2025 الاستاد هيتفتح، وبشرتكم إن اسم الاستاد خلاص تم الاتفاق عليه وهيجيب للأهلي أكبر رقم في تاريخ النادي الأهلي من الرعاية. كمان في اجتماع يوم الخميس الخطيب هيبحث مع زملائه عقود الرعاية والبث الفضائي للأهلي خلال الموسم الحالي. كل المباحثات اللي عملها الخطيب سواء في أوروبا أو في الإمارات بشأن الاستاد هتكون على مائدة مجلس إدارة النادي الأهلي. ناس كتير قوي أهلاوية مخلصين بعتوا لي وأرسلوا لي على الخاص عايزين يعرفوا اسم اللاعب اللي هو الصفقة المحلية اللي أنا أشرت إليها في الفيديو الصباحي، أو يقولوا لي طب بلاش الصفقة قول لنا اسم النادي بتاعه. أنا الحقيقة يا جماعة الخبر ده جالي من خارج النادي الأهلي، ولا بني آدم في النادي الأهلي يتكلمني عن الخبر ده على الإطلاق. الخبر ده مش طالع من النادي الأهلي، الخبر ده طالع من أحد الأصدقاء في النادي الصديق، وهذا الشخص اتفق معايا واستأمني إن أنا لا هقول اسم اللاعب ولا هقول اسم النادي، وبس هقول اللي قلته لكم الصبح إيه هي طلبات النادي الصديق من النادي الأهلي نظير استغنائهم عن هذا اللاعب الموهوب في يناير. وقلت لكم كل الطلبات، وقلت لكم ان ده ممكن يدي للنادي صديق مبلغ يوصل ل50 مليون جنيه نتيجة الاستغناء عنه. عايز اقول لكل واحد سألني السؤال ده ارجع اسمع الفقرة بس الحتة بتاعت الصفقة المحلية، ال3-4 دقايق بتوع الصفقة المحلية ارجع اسمعهم كويس قوي، اسمعهم بتركيز، ما تفوتكش ولا كلمة في الفقرة دي، وهتعرف اسم النادي الصديق في الفقرة. انا عملت اشارات اليه بين السطور، عايزة واحد يكون مركز قوي وشاطر كمان، مش بس مركز وشاطر قوي. نروح للناس اللي للأسف ارتدوا الفانيلا الحمراء ولحم كتفهم من خير النادي الأهلي وبقوا بني آدمين بفضل النادي الأهلي. كلمتكم الصبح على المقشة وهكلمكم تاني على المقشة، لأن المقشة اللي عاطينه برنامج في الإعلام المصري عشان يتطاول على النادي الأهلي ويكسر في النادي الأهلي. المقشة متفرغ تماما اليومين دول لنشر الأخبار الكاذبة، يفبرك أخبار ضد النادي الأهلي، يفبرك أخبار ضد لاعبي النادي الأهلي، ويتكلم على العقود ويتكلم على ده مزمزق وده مش عاجبه ده، كل كلامه فبركة وكذب. والنهارده بيتكلم على عقد محمد الشناوي، أكتر اللاعبين إخلاصا في النادي الأهلي في السنوات الأخيرة. لما تتكلم على محمد أبو تريكة، لما تتكلم على وليد سليمان، لما تتكلم على محمد الشناوي، ادي الناس
ادي الناس اللي تتكلم عليهم. انما المقشه اخباره زيه، كل اخباره فبركه، كل اخباره زباله، عايزه تتكنس معاه طبعا. النهارده نجم النادي الاهلي علي معلول مسافر الى السعوديه للانضمام الى بعثه منتخب تونس اللي هتعمل معسكر في السعوديه. جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس في نهائيات كأس العالم أعلن القائمة المبدئية لمنتخب تونس، وفيها علي معلول وفيها كمان سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك. لكن هو استبعد حمزة المسلوسي من القائمة دي، لسه القائمة النهائية لم تعلن حتى هذه اللحظة. اتحاد الكرة الطائرة أحد أسوأ الاتحادات اللي شافتها مصر على الصعيد الأخلاقي وعلى صعيد اللوائح وعلى صعيد العدالة. النهاردة وبدون خجل وبدون أي احترام للقانون وافق على قيد لاعب الزمالك المحترف الأجنبي الأسباني في قائمة الزمالك للموسم الجديد بدون ما نادي الزمالك يدفع رسوم قيد اللاعب المحترف. طلبوا من نادي الزمالك شيك وهم يعلموا تمام العلم ان هذا الشيك ممنوع من الصرف، يعلموا تمام العلم ان نادي الزمالك ما عندوش اي رصيد من الاموال لا بالعملة المحلية ولا بالعملة الأجنبية، عايزين الشيك يبقى بالدولار عشان يبقى موجود عندهم لو حد سألهم انتوا ايدتوا ايه يوروا له الشيك، مع ان الشيك مالوش قيمة اذا ما اتصرفش. في نفس الوقت ياسر قمر وهناء حمزة اللي ماسكين الاتحاد ومعاهم الثالث بتاعهم عمرو مخلوف، ثلاثي اضواء الفشل، الثلاثه يجوا لقيد لاعبي ولاعبات الاهلي المحترفين، ومنهم الاثنين اللي جايين من بورتوريكو لفريق الكره الطائره للسيدات، ورفضوا انهم يأيدوهم الا لما النادي الاهلي يدفع الرسوم بالدولار. وفعلا الاهلي دفع الفلوس كامله. انما الحقيقه في زمن اشرف صبحي وزير الرياضه والشباب كل الاتحادات الرياضيه اصبحت منحازه تماما لنادي الزمالك واصبحت ضد النادي الاهلي. الانحياز للزمالك والعداء للاهلي بقى اكتر من اللي بيعمله وزير الرياضه نفسه. عشان كده لازم نحيي اتحاد كره السله، مجدي ابو فريقه ومحمد عبد المطلب اللي رفضوا بشجاعه قيد لاعب الزمالك الاجنبي الجديد المحترف الجديد اللي الزمالك شاريه بالظبط ب 540 الف دولار. 540 الف دولار، يعني شاري لاعب كره سله باكتر من 14-15 مليون دولار مليون جنيه. وجم عشان يأيدوه قال لك لا، مطلوب عشان قيده 54 ألف دولار. قال لك لا هتأيدوه غصب عنكم، قالوا طب مش هنأيده، وأعلى ما في خيلكم اركبوه ورفضوا القيد لنادي الزمالك. نختم مع الجزء الأجنبي، ومحمد صلاح بيلعب دلوقتي مع ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي البريمير ليج في لندن. بس الحقيقة ليفربول السنة دي في البريمير ليج مش موجود على الإطلاق، ومحمد صلاح كمان مش موفق في البريمير ليج. إنما سبحان الله لابد لمصر من رمز في البريمير ليج. غاب ليفربول واختفى محمد صلاح، ظهر أرسنال ومحمد النني مع أرسنال. النهاردة أرسنال مع محمد النني في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن في ملعب ستانفورد بريدج، قلعة تشيلسي في ضاحية فولهام. تمكن محمد النني وزملائه لاعبو أرسنال من الفوز على تشيلسي 1-0. جول جابوا الباك جابرييل سانتوس من ركنية لعبها ساكا في منتصف الشوط الثاني. محمد النني كان احتياطي ونزل في نهاية المباراة بدل أوديجارد، وتمكن من أنه يحافظ مع زملائه على الفوز، وأرسنال استعاد قمة الدوري من مانشستر سيتي بفارق نقطتين. لكن النهاردة في فرنسا مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي ما كانش موفق في مباراته مع نانت ضد ريم، وبعد ما بدأ المباراة أساسي في الدقيقة 57 استبدل بعد ما أحد زملائه تعرض للطرد، وفريق نانت نزل ل10، فاضطر المدرب ان هو يستبدله ولعب نانت ب10 لاعبين لغايه قبل النهايه ب7 دقائق بس. فريق ريم جاله ضربه جزاء وسجل منها هدف التقدم على نانت. نانت دلوقتي للاسف في المركز ال16 من 20 فريق بفارق نقطتين بس عن ال19 المهدد بالهبوط. وطاب مساؤكم.